الطموح والنجاح والهمة هو التحدي الكبير في هذا الحياة، وهو أمر ينشده كل الناس، والوصول إلى النجاح عبر جسر صغير اسمه الهمة العالية أو الطموح أو الإرادة. انهض من سريرك اليوم لحياة جديدة، غادره لتبدأ طريقك طريق النجاح. ضع أول خطوة، لا تعبأ بالشوك الذي يدمع قدميك، انهض وبادر، فما زلت شابا أو ما زال في العمر مهلة أيضا. ابني لنفسك مجدا، اصنع لحياتك تاريخا، سجل اسمك في صفحات التاريخ المجيد. هيا انهض، دع عنك الكسل والتواني، كفى كسلا، كفى نوما، كفى لعبا. قم احفظ، احضر درسا، اكتب بحثا، سطر مجدا. والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب. لما تبقى في مكانك؟ لما لا تتحرك؟ فالكون كله يتحرك والحياة كلها تتغير وأنت لا زلت في مكانك. أنت كما أنت قبل 20 سنة و30 سنة. نسبة المحفوظ لديك هو، نسبة القرآن الذي تعرفه هو، العلم الموجود لديك أيضا هو. ليس لديك مشروع تقوم به. إن النجاح أيها الإخوة كامن فينا وفي داخلنا، نملك آلاته، نملك وسائله، لكن متى نقطة البداية؟ متى تعلق الجرس؟ تسأل عن أعمال الخير من الدعوة إلى الله وطلب العلم والعبادة مع توفر السبل وسهولتها. يا أيها الناس، كم عدد المتخرجين من الكليات الشرعية؟ وكم هم الأشخاص الذين لديهم علم شرعي سواء تخرجوا أو لم يتخرجوا من كليات شرعية؟ لكن أين أثرهم؟ مساجد في قرى وفي مدن، بل ويسكن أحيانا شخص متعلم في حي فلا أثر له أبدا، بل ويكون الشخص أحيانا متعلم في داخل بيته ولا أثر له أيضا في داخل بيته. فنعوذ بك يا رب من العجز والكسل. وأنا وأنت ينبغي أن نكون جنودا في هذا الدين، ولا نظل أناسا عاطلين مهما بلغت أعمارنا أو قل مستوانا التعليمي أو غير ذلك. كل واحد ينبغي أن يقوم بواجبه وتقوم. حينما يقولون كن واقعيا يا أخي، كن واقعيا، يعني كن ميتا، كن يائسا، كن مدمرا. كلما حلمت بشيء قالوا كن واقعي يا أخي، لا تكن مثاليا، وهي أشياء في مقدور